لك ان تتخيل ان احنا دلوقتي في 2025 ولسه في ناس بتقول ان الصيني وحش او الصيني معمول من الزبالة. انا محتاج اقول لك ان انت لازم تراجع نفسك شوية، لان الصيني دلوقتي بقى مختلف، بقى في حتة تانية خالص. لازم تراجع نفسك، لان احنا النهاردة في ايفنت الGEC امباو. النهاردة عايز اكلمكم بقى على مواصفات العربية الGEC امباو اللي انا شايفها مواصفات حلوة قوي. عارف يعني ايه تركب عربية شكلها سبور وتسابق بعربية 170 هورس باور؟ العربية دي بتنزل بموتور 1500 تربو 4 سلندر بيولدوا 170 هورس باور و270 نيوتن متر. انت عارف ان العربية دي من 0 ل 100 بتتسارع ب 6.9 فاصلة من الثانية. GEC امباو هي يعتبر عربية رياضية، ودلوقتي بقت بتنافس عربيات كتير، خصوصا الفئة السعرية بتاعتها. ما شاء الله عربية حلوة جدا. تعالوا بقى اسمعكم احلى صوت تسمعوه في الGEC امباو. GEC امباو احنا النهاردة يمكن في تاني ايفنت او تاني تجمع لملاك العربية، ويمكن دي حاجة مهمة جدا لأي حد بيسأل على عربية عايز يشتريها او عايز يسأل على تفاصيل معينة. محدش هيقدر يديله المعلومة كاملة الا لما يكون مالك من ملاك العربية. احنا النهاردة في تاني ايفنت للGEC امباو. معانا الباشمهندس رامي الادمن بتاع الجروب بتاع العربيه اللي في مصر. ازيك يا باشمهندس؟ عامل ايه؟ ازيك يا معتز؟ عامل ايه؟ منورنا الاول. والله ربنا يخليك، وانا اتشرفت بيك. ربنا يخليك. الاول يا جماعه طبعا انا بشرف يعني متشرف بمعتز جدا والشباب معاه، دي اول حاجه. تاني حاجه طبعا رساله لكل الجمهور بتاع معتز. احنا لازم نغير الفكر بتاعنا شويه. الفكر بتاعنا لازم يتغير، لان الصين جايه هي اوريدي جت خلاص. لما تشوف مبيعات في الخليج لاكتر ناس يمكن هم لاكجيريوس شويه عننا، وعادي ممكن يجيبوا الامريكاني ويجيبوا الياباني والفرق كل حاجه، لا بدا يجيبوا الصيني، وبداوا يجيبوا الصيني بكتير كمان قوي. عندنا هنا في مصر شوف كام في المية عربيات صيني في البلد كتير. يعني انا عايز اقول لك يمكن عدى 60% دلوقتي، ولسه اللي جاي كمان، ولسه اللي جاي. يعني احنا بسم الله الرحمن الرحيم. لا وشركات كتير تحت بعض، يعني عايز تقول شيري معاها جيتور معاها اكسيد مش عارف ايه بالظبط. ده بتاعها اي حد يركبه ويعمل تيست درايف، لان هم جايين محتاج اتكلم عليه. بالنسبه للGEC طبيعي يعني دي احسن عربيه. احنا شدينا مع عربيات كتير قوي متصوره الحاجات دي كلها. لا العربيه اسرع من عربيات كتير قوي، وكتير قوي غاليه كمان. ما نعرفش ازاي هي الموتور بقى عامل كده. اداء، ثبات. احنا عربيه توب سبيد بتاعها 240، عربيه ثابته جدا. الناس كذا واحد سالني على موضوع التقفيل من جوه والعزل الهواء والكلام ده. العربيه يا جماعه عزل بتاعها كويس جدا، زيها زي عربيه الالنترا، زي السيراتو، زي اي عربيه طبيعيه. الفكره كلها للمرايات بس. مع فوق ال 120 تسمع صوت الهواء من المرايات، مالهاش علاقه بالكابينه من جوه. عزل الموتور رهيب، انت مسمع صوت الموتور خالص لحد ال 180 انت مسمع صوت موتور. كاوتش فقط لا غير. والماركه دي بتنزل في عربيات كتير قوي، منها البايك، تنزل في الجيتور، تنزل في عربيات كتير قوي. فدي مش ماركه جديده عندنا اللي هي GI دي، تنزل في عربيات كتير قوي. فهي الكاوتش بس عزل الصوت بتاعه قليل شويه، ولكن في الفريكشن في السرعه احنا بنجيب بيه 230 عادي خالص، ما فيهوش اي حاجه. فالعربيه معمره جدا. عندنا 2 ملاك جابوا 70,000 و80,000 في سنه، وده رقم كبير في سنه من غير ولا عيب، من غير ولا مشكله. وانا شفتهم شخصيا، عملت معاهم انترفيو. عندك في الخليج الناس نازله بقى لها 3 سنين العربيه، هناك في ناس كسرت ال 200 وال 220,000 كيلو.
فده كله بيديك ايحاء وبيديك اطمئنينه للعربيه كويس. نيجي للنقطه الثانيه بتاعت التوكيل. عبد اللطيف جميل يا جماعه، مش قديم، مش جديد، اسف، ده قديم جدا من ايام فورد، ومن اكتر التوكيلات المحترمه، من اكتر التوكيلات اللي بتحافظ على العميل. مجرد بس اي عميل يشتكي او يواجه اي مشكله تلاقي الناس كلها بتساعدك جوه، الناس كلها بتقول لك ايه المشكله انا هحلها لك، بتحس فعلا باهتمام. يمكن انا الكلام ده قلته قبل كده، يمكن الكلام ده هم مش بيعرفوا يوصلوه قوي. احنا كملاك دورنا اللي احنا نوصله، احنا مرتاحين معاهم قوي. سعر الصيانات طبيعي زي اي عربيه، يمكن اقل من عربيات كتير قوي. كان عندي سكندري كار ثانيه فرنساوي، اسعار الصيانات بتاعت الامباو اقل منها بكتير قوي، مع ان اداء الامباو والامكانيات اللي فيها اكتر بكتير قوي منها بدون ذكر اسامي. ففعلا عربيه قيمه مقابل سعر، اعتماديه عشان الناس بتخاف من الاعتماديه. من ناحيه التوكيل بيرفكت، قطع الغيار كلها موجوده لان التوكيل ده اصلا سعودي، احنا فرع من فروع. يعني احنا مش توكيل مصري زي منصور او غبور، لا ده توكيل اصلا سعودي. فقطع الغيار بالنسبه له بتيجي بطريقه اسهل لان الهابس بتاعتهم مش هنا في مصر، فبيجيبوها على طول بسهوله. حتى لو حاجه وقفت على الصاج من بره لا قدر الله حادثه او حاجه، بيجيبها لك في اقل من شهر. انت لو جبتها من علي اكسبريس هتقعد اكتر من كده. ايوه بالظبط. فانا بطمن الناس طبعا من ناحيه النقطه دي. طيب اخر حاجه بقى، الناس قوي مش بتبيع السؤال اللي هو مش شايفينها، وبعض بلوجرز قالوا معلومات خاطئه كده يعني. بسم الله ما شاء الله، يعني احنا النهارده في تاني ايفنت ليهم، وانا اتشرفت ان انا اكون موجود معاهم. لا فعلا في عربيات كتير قوي، ده لسه طبعا اللي ما جوش يعني، ده لسه هيجوا. هنعمل رايد كمان دلوقتي وهننزل على الجروب عندنا بالدرونز وكده، فهتبقى حاجات كويسه. اخر سؤال بقى، استهلاك البنزين ده برضو نقطه مهمه لاي حد عايز يجيب العربيه دي بس مقلق شويه. تمام. استهلاك البنزين بالنسبه لنا من احسن العربيات الصيني نزل فيها استهلاك بنزين، لان العربيات الصيني معروف شويه عنها اللي هي بتستهلك بنزين، دي مختلفه خالص. انت يعني عايز اقول لكم دي اقل من التي اس اي كمان. انا في ناس عندنا جابت في 30 و40 كيلو افريج استهلاك 4.5 لتر في ال 100 كيلو. فحتى الناس قالت هي يا جماعه دي هايبريد ولا ايه المشكله؟ هي تنكها 47 لتر بيعمل حوالي من 650 ل 700 كيلو. احسبها بقى انت، يطلع لك 6 ل 6.5 لتر اون افريج بالحرق بالجري بكل حاجه. انت لو ماشي بقى رجلك بسيطه 90 100 جوه البلد هتعمل اقل من كده وهتمشي اكتر من كده. انا لسه مفول جايب لي 720 في العداد. ده كان لقاءنا مع باشمهندس رامي الادمن بتاع الجروب. لو في اي حاجه احنا معاكم. العربيه دي جميله قوي، انا حبيتها. اوعى الامباو. حبيبي بس يا معتز، نورتونا يا باشا، ربنا يخليك. انا استاذ محي احد ملاك جي سي امباو، هناخد رايه كده بسرعه في العربيه. اهلا بيكم. اولا يعني سريعا كده، هي العربيه يعني الصراحه بتقدم تجربه محترمه قوي من حيث الامان، من حيث البرفورمانس، الكماليات. عربيه حاضره تحت رجليك. العربيه الصراحه يعني من ضمن المزايا بتاعتها انت بتبقى ماشي العربيه بتخطف العين. يعني العربيه انت بتبقى ماشي الناس هي ايه العربيه دي؟ بتبص عليها والناس بتفضل باصه لك ايه العربيه دي؟ يعني انا واحد من الناس، انا ركبت عربيات كتير الصراحه كتجربه سواقه، كعربيه عزمها وحضورها، لا العربيه حاضره معاك. العربيه بتدي لك بيرفورمانس مقارنه بالعربيات الفئه، لا العربيه في حته تانية خالص. التوكيل محترم، بيلبي الطلبات. اهم حاجه فعلا موضوع التوكيل ده، انه ده يعني اللي بيخلي العربيه مميزه. لو هكلمك باختصار كبرفورمانس، لا هي رقم واحد في الفئه بتاعه العربيات تحت 2 مليون. مفيش عربيه تحت 2 مليون بتعمل البرفورمانس ده. الناس بتسال دايما على التكييف. التكييف في الحر في الصيف اخباره ايه؟ يعني خليني اكون معاك صريح، هو التكييف انا هقول لك تقييمي ليه 7-8 من 10. مش هقول لك ده تكييف عربيه زي الكرولا او زي الكيا، لا هو ممكن يبقى اقل شويه، بس هو اعلى من الاوروبي، ولو ان الاوروبي في الفتره الاخيره اتحسن. العربيه كموتور كفرامل كاعطال تكاد تكون مفيش. انا واحد من الملاك، العربيه معايا ماشيه 44,000، في ناس كسر الرقم ده. اوفرول حتى كمان كاسعار صيانه وراننج كوست، لا العربيه في المتناول يعني. اغلى صيانه بتبقى اللي هي صيانه ال 60,000، انت بتتكلم مش معديه 11,000 يعني. مقارنه عربيات تانية لا انت بتسمع ارقام معديه يعني. يكاد يعني مثلا عايز اقول لك ان التيلو والطنابير الاثنين على بعض مثلا اللي قدام عاملين 15,000 بالمصنعات بالتركيب بالضريبه. فرقم في المعقول يعني. ايوه فاهم. النقطه برضو اللي الناس كانت بتسال عليها، هي بس كان في حاجه ودي لما الناس بتغيرها العربيه بتفرق في
في البرفورمانس الكاوتش اللي كان نازل كان يعني نقول ايه اقتصادي شويه، ماركه جي تي ده. الناس دلوقتي ركبت، وانا واحد من الناس ركبت ميشلان او بريلي او بريدجستون، لا الجريب بتاعت العربيه اختلفت، الفرامل، التسارع، مفيش الفرق اللي على الفاضي اللي في الارض ده. فلا الدنيا مختلفه يعني مع الكاوتش الجديد. فاوفرول يعني لا هي عربيه بتقدم تجربه قياده كويسه، فاميلي، شاب، جامعه، ديلي يوز. لا هي عربيه بتقدم التجربه بالشكل الكامل ليك، وعربيه حاضره يعني ننافس بيها اي عربيه بص نشد مع اي عربيه واحنا يعني طبعا انت اهم حاجه تبقى درايف سيف، دي اهم حاجه. بس ماشي. يعني عايز اقول لك ان عربيات كتيره في الفئه سواء مجموعه فولكس فاجن كلها لا هي معديه. اي عربيه معاك بتسد كمان لحد ال 2000 سي سي. يعني في عربيات انا كتجربه سواقه عربيات بي ام ومرسيدس 2000 مش هقول لك ان انت بقى بتقطعه بتاع، بس انت سادد معاه، يعني هو بيطلع منك فوق ال 150 160 بس انت من تحت لحد سرعه 140 150 لا انت رجلك حاضره يعني على السواقه يعني. فلا هي كعربيه مدياك بيرفورمانس، مدياك امان. انت بتتكلم في عربيه 10 ايرباج، انت مفيش عربيات في الفئه دي مديالك العدد الايرباجات ده. كبوت وصلابه هيكل اوفرول، لا عربيه محترمه. مش هقول لك حاجه فولاذ الفولاذ، بس اوفرول انا بتكلم كاكسبيرينس، لا عربيه محترمه مدياك باكج كويسه. اكزوست الصوت بتاعه اصلا يعني ولا هو حاجه برام 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 بقى عالي قوي وبتاع، عربيه معتدله. عايز تسمع صوت معتدل حنين كده وانت ماشي الطريق معاك فاضي شغاله معاك. فاوفرول لا هي بتقدم لك اكسبيرينس حلوه يعني. لو انت بتفكر عايز ترجع ايام الشباب هي مكمله معاك. انت راجل عندك عيله شغال، لوحدك شغال، طالب جامعه، ايوه كل ده هي مقدمه لك الاكسبيرينس دي يعني. انا اتشرفت بيك. وانا كمان والله فرصه سعيده جدا، ميرسي جدا. معانا استاذ عمر برضو احد ملاك جي سي امباو، هناخد رايه كده بسرعه في العربيه، خصوصا هي ما شاء الله الله اكبر يعني. انا اللون ده بحبه جدا قوي يعني. فازيك يا استاذ عمر؟ ميرسي. ازيك يا استاذ معتز، عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. عايزين ناخد رايك كده بسرعه في العربيه يعني. والله العربيه انا جايبها من شهر 3 بس، يعني مع اختلاف باقي الملاك هو انا تقريبا كسرت 10000 كيلو في شهرين، فانا حارق على العربيه شويه، فسافرت بيها كذا حته في المدينه فجربتها بشكل مفصل يعني. العربيه ما شاء الله كويسه جدا على الفئه بتاعتها، على السعر بتاعها، على الكواليتي اللي هي بتديها، على البرفورمانس، على كل حاجه يعني. فانا بشوف ان هي بتنافس لحد 2 مليون ونص، يعني انت معاك لحد 508 فوق، فما شاء الله هي قيمه مقابل سعر واو. يعني نشد مع عربيات جامده انت مش متخيل. يعني انا عايز اقول لك انا كنت بشد من قريب مع سي ال 180 و 320 كده بنحط عليها، وفي حاجات والله في تخلف. انا يعني بقول كده والله. عايز اقول لك في كمان حاجه العربيه دي بتعملها، العربيه دي بتخلي اللي قاعد على الطاره احسن من قدراته السواقيه، يعني هي بتدي له ايحاء ان هو سواق جامد، بس في الحقيقه العربيه هي اللي مساعداه. فدي برضو دي خدعه، خد بالك يعني، ما حدش يتوقع ان هو سواق جامد، لا هي العربيه اللي بتديك ايحاء ان انت سواق جامد. فانا ده جربته انا طالع من ام جي 5، ففرق شاسع في حاجات انا لا ما. فما شاء الله لا العربيه بجد انا شايف ان هي رايحه، هي وام زوم الاثنين رايحين السنتين الثلاثه الجايين رايحين في حته فوق قوي يعني. انا شايف انهم هيعدوا الطفره اللي ام جي عملتها بكل الفئات، هم هيعدوا ده توقعي. وايه رايك في التوكيل؟ التوكيل ممتاز، وبالمناسبه انا اقول رايي بقى كمان في التوكيل. انا لسه مغير اكسدام وفانوس خلفي واكسدام، وعدلت حاجه في الشكمان، عملت حادثه، حد خبطني وانا مأمن. فالمعامله في التوكيل كويسه جدا، هي مش 10 على 10 بس خلينا اقول تو بي فير 8 من 10. 8 من 10 يمكن بس عشان اخروا عليها شويه، بس الناس عملت اللي عليها وزياده، محترمين جدا. التواصل كنت ديلي بتكلم مع الباشمهندس، بطمن على العربيه ديلي، كل حاجه كويسه جدا. اسعار قطع الغيار المفاجاه ان هي تحفه، اسعار قطع الغيار بجد ارخص من ام جي 5 اللي هو ايه ده، فاهم؟ فلا المعامله في التوكيل احسن من منصور بكتير وفاقت توقعاتي، خصوصا ان انا مغير حاجات وحتى انا عامل صيانه وهعمل الثانيه قريب. فلا سو فار بجد الدنيا جميله فشخ. تبقى نقطه مهمه قوي لاي حد لسه عايز يشتري عربيه في حته التوكيل دي بالظبط. انا بقول للناس اللي لسه مقبله على شراء العربيه او قلقانه، اسال على قطع غيار العربيه، انت هتتصدم عشان انت بتقول هي قطع الغيار مش موجوده بره واعمل ايه وانا محصور في التوكيل. اسال سعر قطعه الغيار في التوكيل بكام، انت هتتصدم لما تلاقيها ارخص من الكوري وارخص من الياباني وارخص من الصيني اللي بينافس. فاللي هو صباح الفل، طب انت عايز ايه تاني؟ انت عارف ان انا دايما عندي حته كده ان هو
عايز تسال على العربيه بجد اسال الملاك، ما تسالش سيلز. ده حقيقي أبداً. ده حقيقي. وانا كمان انا ما حكمتش بالريفيوز ولا حكمت باراء الناس، انا نزلت عملت تيست درايف. هو التيست درايف اللي خلاني هو ده اللي اتاكد ان ده اللي انا عايزه. قعدت على الطاره وجربت تجربه مفصله وشفت الانتيريور ده انا حاسه شبهي ولا لا. وجربت امزوم على فكره وكنت محتار جدا ما بينهم. الاثنين تحفه والاثنين يعني ما شاء الله. اللي اختار دي كسب واللي اختار دي كسب، بس هي كل واحد بقى ودماغه يعني. انت فاهم. والله الشرف ليا.